كابتن خالد بيومي قال نادي الاهلي المصري بعيد عن العبث الكروي المصري. في ناس زعلت، اعتقد كابتن خالد بيومي يجامل فريق الاهلي المصري، ودائما طبعا يشيد في الاهلي المصري بيومي ولا يذكر الانديه الاخرى كالزمالك او الاسماعيلي او مقاولون او غزل المحل او الاسماء الاخرى اللي طبعا قدمت الاضافه في الدوري المصري. زعلت من بعض الجماهير. طيب انا اتكلم في حته، يعني كابتن الصديق التوضيح زين يعني. الكابتن الصديق كابتن خالد بيومي من الناس اللي محترمه جدا، وياما بيتكلم بكل اريحيه عن اي نادي. هو بيحب الاسماعيلي، وكلنا عارفين اللي هو كان احد اعضاء مجلس اداره الاسماعيلي وقيمه وقامه كبيره. لما يشيد بحاجه حقيقيه ايه اللي يضيره؟ يعني هو ما قالش حاجه اللي النادي الاهلي بعيد اداريا عن اي حد، ما دي حقيقه. النادي الاهلي النهارده اللي ميزانيته تفوق المليارات، النادي الاهلي النهارده اللي بيترأسه اسطوره حقيقيه في الملاعب وفي الاداره كابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي النهارده اللي بيروح كاس العالم للانديه 9 و10 مرات، النادي الاهلي النهارده اللي فارق بينه وبين بطولات اي نادي موجود سواء مصر ولا افريقيا الضعف. يعني انت لو جبت النادي الاهلي والمنافس في مصر 12 بطوله مقابل 5 في افريقيا، النهارده النادي الاهلي هيلاعب الزمالك المنافس 9 بطولات في السوبر على ال9، والزمالك لسه بيتكلم في الرابعه. فيعني مش مجامله؟ لا مش مجامله اطلاقا. يعني قالوا مجامله وقالوا تطبيل وقالوا بيومي يطبل للاهلي المصري. انا نفسي الاهلي ياخد حقه في مصر. يعني الراجل اتكلم كابتن خالد بيومي بمنتهى الشفافيه كعادته، هو بيطلع لايفات وبيتكلم مع الناس. لما هيتكلم على الاهلي جمهور الاهلي بيزعل، لما يتكلم على الزمالك لكن هو كيف يراضي الناس؟ هو قال الحقيقه. هو هل هناك نادي في الشرق الاوسط مش في مصر ولا في افريقيا مثل النادي الاهلي اداريا؟ مفيش. طيب هل هناك نادي في العالم يتربع على قمه العالم في عدد البطولات 152 بطوله زي النادي الاهلي يتربع بيها؟ النادي الاهلي ينافس نفسه في الشرق الاوسط، النادي الاهلي ينافس نفسه في افريقيا، النادي الاهلي ينافس نفسه محليا. فعندما يتحدث في مكانه، لما ايه المناسبه كمان يا كابتن عبد الله؟ انا هقول لكابتن خالد بيومي يعني اللي قاله بالظبط، يعني زي ما حضرتك قلت، لكن ايه المناسبه؟ هناخد تصريح، انا ما جبنا شيء من عندنا بالظبط. ايه المناسبه؟ كابتن خالد بيومي قال بمناسبه اللي النادي الاهلي بيحقق الفوز ال11 على التوالي، اللي النادي الاهلي 23 مباراه متتاليه بدون هزيمه، اللي النادي الاهلي 990 دقيقه كلين شيت بدون هز شباك. ارقام. النادي الاهلي حصل على ال12 لما يفوز على جورماهيا الكيني كاول فريق مصري يفوز على جورماهيا الكيني جوه كينيا 3-0. لا لازم ننتبه. فهو صحيح. بيدي النادي الاهلي حقه. طيب انا هنوه على حاجه بس، عشان كان في صوره انتشرت على جماهيريه، في تصريحات بتتقال غير حقيقيه، اللي جماهيريه مش عارف احد الفرق اكبر من احد الفرق. لا، عندنا كلنا شفنا الفرقتين لعبوا في كينيا، شفنا الجمهور بتاع جورماهيا الكيني كامل العدد. انت قصدك السفير؟ قصدك يعني السفير ما قالش، ما صرحش. ما صرح السفير. لا ما صرحش. خبر مش صحيح. ما يقدرش يقول حاجه فيها، يعني هو راجل حكومي.